رغم ان مفيش حاجة في الدراسات بتقول ان في فرق بين الصحة النفسية او المرض النفسي عند الرجالة والستات، لكن اللي احنا بنشوفه في العيادة بيبقى مختلف كتير عن ده. الرجالة عادة ما بتجيش بنفس السهولة اللي ممكن الستات تروح تلجأ بيها للطبيب النفسي. الرجالة عادة ما بتجيش غير لما تبقى فعلا بقت محتاجة ده بشكل ضروري. ليه؟ لأن الموضوع مثلا بدأ يسمع معاهم بشكل جسدي، فهو بدأ يبقى عنده أوجاع حقيقية مخليه مش قادر يتعامل، بقى عنده حالات إرهاق شديدة مخليه مش قادر يشتغل، بقى عنده حالات من البانيك مخليه مش عارف يتعامل في يوم وخايف ومبقاش قادر يتحرك بره بيته ومبقاش قادر يعمل الأنشطة الأساسية بتاعته. ليه ده بيحصل؟ لأنه هو يعني اللغة اللي احنا بنستخدمها فيها حاجات من نوعية تسترجل، وعشان كده دايما الشخص بيبقى حاسس انه مش مفروض ان انا اكون بطلب مساعدة، ومش مفروض ان حاجة زي مشاعري تبقى حاجة تستحق ان انا ألجأ لحد عشانها. اللغة دي كمان بتستخدم بشكل أكثر قسوة في اقتراح حلول، إن هو أنت تمام، أنت بس محتاج تفرفش شوية، أنت محتاج تخرج شوية، محتاج تشم هوا شوية. وده بيخلي الشخص يعني مش بس مش هيلجأ بسهولة للطب النفسي، هو كمان بيعاني أكتر في الأفكار والمشاعر بتاعته، لأنه مش قادر يحركها في حتة، هو مضطر يفضل حاسس بالسوء بسببها. لجوء الرجالة للطب النفسي زي ما قلنا بيجي بعد ما تكون الدنيا بقت أكثر صعوبة، وده للأسف بيخلينا نحس إن هو التعامل مع الأمراض النفسية مع الرجالة تبدو أكثر صعوبة، لأن هم مش أمراضهم صعبة، لكن هم بدأوا يلجأوا في وقت متأخر.